والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واخيرا رجعنا تاني ننزل فيديوهات، وحرفيا انا هفضلكم من هنا ورايح. للي ما يعرفش انا كنت في ثانويه عامه والحمد لله خلصتها خلاص. طبعا هتقول لي الامتحانات يعني بقى لها اسبوعين خلصانه. هقول لك مش عشان كده والله، انا كنت في حاجات بتغلط زي ما انتم شايفين، بجهز السيت اب وبروق السيت اب كده عشان يعني تطويرات بقى وكده، عشان اطلع لكم شغل احترافي اكتر. الغياب ان شاء الله مش هيطول بعد كده، يعني الريلز هتنزل تاني، الفيديوهات الطويله هتبدا تنزل تاني، وهتبدا تنزل باستمرار، يعني مش هقلل وكده، لا الفيديوهات هتتكثف كمان. وسلسله السيت اب المتابعين هتزيد، لان انت ممكن تشارك الحلقه الجايه. فوريني السيت اب بتاعك تحت في الوصف على الانستجرام، وابعت لي اسمك وانت منين والسيت اب ومواصفاته عشان تشارك ان شاء الله في الحلقه الجايه. وطبعا ما حدش يزعل مني من لو ما شاركش النهارده، لسه في الحلقات كتير جدا جايه وهتشارك، ويعني بص هزهقك. فبس كده تعالى بقى اشرح لك المفاجاه اللي انا مجهزها لكم. بس في مفاجاه انا محضرها لكم، والمفاجاه دي هي الصراحه لو ما استغلتهاش يبقى انت بتضيع على نفسك فرصه جباره حرفيا. المفاجاه دي هي ان عملت كورس لصناعه المحتوى. طبعا هتقول لي يعني ايه عملت كورس لصناعه المحتوى؟ هو مش هيبقى كورس اللي هو فيديو، هو PDF. الPDF ده هو فيه كل خلاصه تجربتي مع صناعه المحتوى، وازاي قدرت ادخل منها فلوس، وازاي الفيديوهات فايرالت، وازاي ويعني كل حاجه هتحتاجها عشان تبدا صناعه المحتوى هتلاقي موجوده. طبعا يعني صناعه المحتوى مهمه جدا دلوقتي، عشان بس دي يعني ما فيش عليها خلاف، يعني صناعه المحتوى مهمه جدا دلوقتي. وفي معظم الناس حجتها تقول لك ايه، انا مش عارف ابدا مثلا، انا مش لاقي الكورس المظبوط اللي يعلمني الاساسيات فعلا. فانا جمعت لك بقى كل الاساسيات اللي انت هتحتاجها في PDF حرفيا، كلام 22 صفحه مثلا. حرفيا هيفيدك جدا، وهيخليك فعلا تبدا الطريق صح، وتتجنب اخطاء ناس كتير بتقع فيها. طبعا يا سيدي الكورس ده هتلاقيه تحت في الوصف. الكورس ده بقى المفاجاه ان هو كان سعره 200 جنيه. طبعا هتقول لي 200 جنيه، اقول لك ما استنى بقى، دي مش هيبقى سعره النهائي. انا مديك كود خصم للي هيتفرجوا بس على الفيديو ده. كود خصم هو T75. T75 ده هيديك خصم 75% عن الكورس. يعني الكورس من الاخر هيبقى واقف عليك ب 50 جنيه بس، حرفيا ولا حاجه. يعني حرفيا الكورس ده فعليا ولا حاجه، يعني كسعر ولا حاجه خالص يعني. وهيديك قيمه كبيره جدا، هيفيدك جدا، وهيخليك تعرف تبدا في صناعه المحتوى. فما تضيعش الفرصه دي من ايدك. الكود ده هيبقى متاح بس لمده يومين، فاستغل الكود ده في كل بوابات الدفع اللي موجوده عندك، فيزا، ميزه، فودافون كاش، اورنج كاش، اي كاش موجود دفع عادي ومضمون جدا. انت اول ما هتدفع على طول وتحط بيانات الدفع والبيانات تتم، يعني هيوصل لك على الايميل اللي انت كتبته. اول ما هتخش هيوصل لك على الايميل ده الPDF بتاعك بس، مش هيوصل لك اي حاجه تاني. ولو عايز اي حاجه او اي استفسار او واجهتك اي مشكله، هتكلمني على الانستجرام اللي تلاقيه تحت في الوصف، او في اصعب الحالات ابعت لي على الايميل اللي هتلاقيه برضه ظاهر في الشاشه قدامك. بس انا ان شاء الله هرد عليك على الواتساب والانستجرام، واحل لك اي مشكله هتقابلك، وان شاء الله مفيش مشاكل هتقابلك يعني. فانصحك ان انت يعني تشتري الكورس ده، لان بجد هيفيدك جدا، وهيوفر عليك وقت رهيب. ومن غير بقى ما تقعد تلف على اليوتيوب، وده يديك نصيحه هنا نقطه وده يديك نقطه، لا انا جمعت لك بجد معظم النصايح او 90% من النصايح اللي الناس فعلا بتقع فيها. وده عن تجربه شخصيه. انا القناه اللي قدامك دي انا مطبق عليها كل الكلام اللي هتلاقيه في الPDF، والحمد لله انا جايب 27 مليون مشاهده حوالي في سنه واحده، سنه وشهر بالظبط. جايب 27 مليون مشاهده عشان طبقت النصايح والاخطاء تجنبتها اللي موجوده في الPDF دي. فانصحك ان انت تبدا فيها لو عايز فعلا صناعه المحتوى تبقى مصدر دخل ليك. وبس كده. يلا بينا نخش بقى على فيديو السيت اب المتابعين. يلا بينا. واول مشاركه معانا وهو كرولوس من القاهره. كرولوس الصراحه عنده سيت اب ريترو، والصراحه السيت اب عالمي. انا بحب السيت ابات القديمه دي. هو سيت اب سيمبل رايق، يعني هادي جدا، وانا بحب السيت ابات زي ما قلت لكم قبل كده، بحب السيت ابات الرايقه والهاديه جدا. انا زي ما ظاهر قدامي في الصور ان هو عنده PC وعنده بلاي ستيشن 3. تعالوا بقى نشوف مواصفات الPC اللي عنده. وغالبا هيديك استيراد، فمش عارف بقى دي 600G1 ولا 800G1، هنعرف دلوقتي. عنده الHP 600G1، الكيس بتاعه الHP 600G1. عنده المعالج بتاعها i5 4590، وعنده الكارت GTX 750 طاقه 2 جيجا نسخه EVGA. انا عندي تعليق على الكارت ده. الكارت ده نصيحه لو هو عندك دلوقتي تمام، يعني لو هو عندك دلوقتي ما تشتريش. لو انت ناوي تشتريه نصيحه بلاش، يعني في خيارات احسن بكتير منه ويعتبر بنفس السعر. دور بس، واهم حاجه ما تدورش على النت. وكذا مره حذرت من الموضوع ده، ما حدش يا جماعه يدور على قطع الكمبيوتر من على النت، لان النت حالته بتبقى مختلفه عن المحلات، واسعار بتبقى مختلفه تماما عن المحلات. انزل بنفسك للمحل اللي انت عايز تجيب منه، واسال بنفسك، واعمل تجاربك بنفسك في المحل جوه اللي انت هتدفع فلوس. فبلاش عشان ما تضيعش فلوسك بس على الفاضي. فاللي هيشتري GTX 750 Ti او ناوي يشتري بلاش، يعني نصيحه مني بلاش خالص. يعني في خيارات احسن بكتير، وهتوفر لك اداء اقوى بكتير
بكتير من الجي تي اكس 750 تي اي، بس لو هو عندك موجود دلوقتي خلاص مش مشكله يعني، ما تغيروش لو يعني ما ماشي معاك الدنيا. وعنده رامات 12 جيجا بتردد 1600 ميجا هرتز. عنده اس اس دي 128 جيجا و اتش دي دي 1 تيرا، وعنده اتش دي تاني 250 جيجا. الصراحه التجميعه متكافئه يعني، دي يمكن اقوى قطعه ممكن تتركب على الكيس يعني ال 600 جي 1. هو جايب اقوى قطعه فعلا، هي يمكن اقوى قطعه اللي ممكن تتركب هي القطعه اللي هو مركبها. والرامات برده كويسه، بس مش عارف يعني، حاول مثلا، انا مش عارف انت مركب مثلا رام 4 ورام 8 ولا عامل نظام ايه، بس لو في يعني قابليه انك تحط رام 4 كمان يبقوا 16، الصراحه هيفرق الاداء معاك قوي. وكويس ان انت عندك اس اس دي، كويس ان انت عندك اس اس دي، الاداء هتلاقي اداء الجهاز بتاعك كويس يعني، مش هتلاقيه تقيل في الحاجات الخفيفه. فالصراحه السيت اب كويس. وعنده ويب كام، عنده ويب كام اسمها مايكروسوفت لايف كام اتش دي 3000. الصراحه انا ما اعرفهاش، بس بدل ماشيه معاك الغرض تمام، لان اول مره اجربها اصلا، اول مره اعرفها. وكمان هو عنده ستاند للشاشه، عنده ستاند للشاشه. بيقول لي ان هو عمل ستاند للشاشه. هو كده بنسبه كبيره ان هو كده بدا يعمل صناعه محتوى. وبعت لي تحت بيقول لي ان الهارد الواحد تيرا باظ. لا معلش، بيقول لي تحت الهارد 1 تيرا باظ. ماشي خلاص، مفيش اي مشكله خالص، ان شاء الله ربنا هيكرمك وتعوض الهارد ال 1 تيرا ده عادي. ما دام لو الهارد التاني ماشي معاك اللي هو باين ال 256 تمام، لو ماشي معاك الدنيا خلاص لحد لما ان شاء الله يعني تجيب هارد 1 تيرا تاني. بس الصراحه السيت اب كويس، وغير الماوس باد كمان يعني، الماوس باد غيرها. لا الصراحه عاش جدا يعني. فلا في تطور عاش يا كرولوس. اتمنى انك تجيب اغلى كمبيوتر في العالم ان شاء الله يعني هتجيبه. وبس كده، ده بالنسبه لمشاركه بتاعه كرولوس. شكرا يا كرولوس على المشاركه، وان شاء الله نشوفك في مشاركه تانية. بس كده تعالوا نشوف بقى مشاركه رقم 2. وتاني مشاركه معانا وهو ريان من اريتريا، وهو عايش في مصر. ريان الصراحه عنده بي سي وسيت اب كويس الى حد ما، بس مش منظم يعني شويه الصراحه. بس السيت اب من بره، السيت اب من بعيد يعني هو شكله كويس، يعني السيت اب من بعيد شكله كويس الصراحه. ومواصفات البي سي كالاتي: عنده المعالج رايزن 3 3100، معالج يعني كويس الى حد ما. عنده كارت شاشه 1050 تي اي 4 جيجا كويس. عنده الرامات 16 جيجا حبه واحده 3200 دي دي ار 4 زي الفل برضه. عنده المذر بورد A320M A برو ماكس كويسه يعني، كويسه بس قابليه التطوير فيها ضعيفه شويه يعني، قابليه التطوير فيها مش هتديك اعلى ليفل من التطوير، وفي نفس الوقت كويسه للميزانيات الاقتصاديه يعني، هتمشي نفسك بيها كويس يعني. عنده اس اس دي 128 جيجا دي للنظام، وعنده 1 تيرا اس اس دي ده للالعاب. الصراحه زي الفل اللي انت عامله ده. عايز اقول لك انك هتاخد اداء صاروخي بالاس اس دي ال1 تيرا معاك في الالعاب. الاس اس دي طبعا احسن بكتير من الهارد، بس ما بيفرقش قوي في الالعاب يعني، ما بيديلكش برضو الفرق، بس هو بيفرق يعني كسرعه. طبعا اللعبه بتفتح معاك اسرع، اللودنج طبعا بيبقى سريع جدا. لا هي بتفرق، بس مش بتفرق زي البرامج يعني. البرامج لما تشغلها على هارد اتش دي دي مش زي ما تشغلها على الاس اس دي، بيبقى الفرق كبير بقى يعني. الفرق بيبقى جابه بنت لذينه حرفيا، فرق السما والارض يعني. ده يعني ده اقل شرح. وجايب كولر المعالج من ام اس اي، وهو الماك كور فروزر اي 13. الصراحه اول مره اسمع عنه، فلو ماشي الدنيا معاك كويس. الكيس من زيجماتيك ويل سكاي 2، والباور سبلاي 600 واط 80 بلس واي. 80 بلس واي، طب ده من شركه ايه؟ ما هو الصراحه مش قايل الشركه يعني، مش قايل الماركه ايه. وعنده الماوس من لوجيتك، هو الجي 102. الصراحه ماوس ممتاز جدا، جربته قبل كده عند واحد صاحبي حرفيا يعني كنت عايز اشتريه بعد ما مشيت من عنده، بس طبعا الميزانيه مش احسن حاجه دلوقتي. عنده كيبورد ريد دراجون كي 552 برضو كيبورد ممتاز. السماعه من ابكون كور وهي البي 780، والسماعه الثانيه صينيه قديمه بس شغاله، ده على كلامه يعني. خلاص بدل شغاله مش مشكله. عنده شاشتين، الشاشه الرئيسيه وهي الريد دراجون جي ام 24 اكس 5 اي بي اس، ودي 1080 بتردد 165 هرتز، دي غالبا اللي بيشتغل فيها الالعاب وكده. وعنده الشاشه الثانيه وهي من فيو سونيك 1080 برضو بس 75 هرتز، دي مثلا يبقى واحد بيلعب عليها مثلا، والثانيه فاتح الشات مثلا بتاع الستريم او ايا كان يعني. هو بيقول لي بقى ان المواصفات، وبيقول لي ان هو عنده كام سؤال. بيقول لي اول حاجه تنصحني اطور ايه؟ بص يا ريان، بنسبه كبيره انت البورده بتاعتك مش هيبقى فيها قابليه التطوير زي ما انت متخيل يعني. مش هقول لك انك تركب على 40 90 يعني، ما هي مش هتستحمل اصلا. لو انت هتطور، فانت هتطور انك تشيل البورده ده. بسم الله الرحمن الرحيم يعني. انا حاسس ان انت البي سي اللي انت عامله دلوقتي هو
متوافق كله مع بعض ومدي الاداء فعلا المثالي، يعني حرفيا هو مدي الاداء المثالي فعلا مع القطعه اللي انت عاملها. وانا مش عارف اصلا انت بتشتغل على البي سي ايه، يعني عشان يعني ما اعرفش اقول لك تطور ايه. ما انت مثلا برمجه اقول لك تطور المعالج مثلا بدل الكارت، او صناعه المحتوى فانت محتاج حاجه للمونتاج فتطور المعالج اكتر. فانا ما اعرفش انت اصلا يعني بتشتغل ايه على الكمبيوتر. بس انت لو انت بتلعب العاب، يعني لو انت بتلعب العاب مثلا تريبل اي، فعلى ما اظن دي هتبقى كافيه. الكارت مش ضعيف، الكارت كويس، يعني هيشغل لك معظم العاب التريبل اي مثلا على 30 40 فريم كويس جدا، والعاب الشوتر هيشغلها مرتاح يعني، والشاشه عندك كويسه كمان. فما انصحكش انك تطور دلوقتي، لانك لو هتطور دلوقتي فانت هتطور البورده، فده معناه انك هتطور المنصه كلها يعني، فلا ملهاش لازمه يعني. الا بقى لو انت تجيب بي سي من الاول خالص، يعني تجيب بي سي بورده جديده بقى ومعالج جديد وكارت شاشه جديد، ده تمام. بس دلوقتي ما انصحكش انك تطور. هو بيقول لي طبعا هو المعالج عنده ممتاز، هو فعلا معالج كويس يعني، هو المعالج مش وحش يعني خالص، لا كويس. وبيقول لي ان هو اشترى سماعه هايبر اكس كلاود 2، ولما جربت صوتها حرفيا حسيتها نفس سماعتي القديمه اللي سعرها 600 جنيه. هو جاب الهايبر اكس كلاود 2، هنلاقيها حرفيا سماعه عالميه، هي غالبا زي السماعه، هو بيقول لي ان هو زي السماعه اللي هو القديمه بتاعته، هي دي غالبا السماعه القديمه بتاعته اللي هي محطوطه قدام الكيس دي. مش عارف والله يا ريان، بس الهايبر اكس كلاود 2 هي عالميه يعني، السماعه مش وحشه يعني هي السماعه يبقى كده مش مشكله في السماعه. فانت شوف مثلا حاول تحمل مثلا نظام السيستم اللي تبع هايبر اكس، وتحاول تعدل بقى في الصوت، يعني تحاول تظبط الصوت على قد ما تقدر. ان هو بيقول لي صوتها حرفيا نفس السماعه القديمه بتاعته اللي سعرها 600 جنيه. وهو بيقول لي ان هو واجه المشكله دي في البي سي القديم اللي هو الاستيراد بتاعه اللي هو بتاع الجيل الرابع. هو بيقول لي عايز يعرف هل المشكله من البي سي ولا المشكله من ودانه اللي مش قادره تفرق. بص ريان، انا الصراحه مش عارف ممكن تبقى المشكله منين. انا حاسس ان مفيش مشكله في البي سي نفسه، وحاسس ان مفيش مشكله في السماعه، يعني انا حاسس المشكله هتبقى من ودنك بنسبه كبيره يعني. بس لو انت ما لقيتش حل خالص يعني، يعني ما لقيتش حل تماما، ابسط حاجه جرب السماعه على جهاز تاني، شوف لو الجهاز صاحبك مثلا لابتوب مش عارف ايه، او حمل برامج بتعدل لك الصوت او كده. لو ما فيش ولا حل ظبط يبقى هي المشكله من ودانك بقى فعلا يعني. فبس ده حل مشكله السماعه. وبيقول لي اخر سؤال، انا عندي قطعه بتحول الاس اس دي داخلي لخارجي، فلما كنت انقل العاب من واحد الاقي اللعبه مش موجوده مع انها مستهلكه مساحه، فهل المشكله من المحول ولا في خطوه لازم اعملها؟ تمام. هو بيقول ان هو كان عنده حاجه زي الكونفرتر كده بتحول الاس اس دي بدل ما هو يبقى داخلي لخارجي. هو كان بينقل الالعاب من واحد صاحبه او من واحد يعني، فاللعبه مش موجوده، في الاس اس دي، بس المساحه بتاعتها مستهلكه. بيقول لي فهل المشكله من المحول ولا في خطوه لازم اعملها؟ بص انا بخاف الصراحه من الكونفرترز او المحولات، يعني بحس ان انت لازم تستخدم القطعه الاساسيه في التحويل، بلاش كونفرترات يعني. خلي اللي بيحول لك الالعاب ده يحول لك من جهازه لجهازك باي طريقه بقى، بس بلاش كونفرترات، لان معظم الكونفرترات صيني واوقات بيبقى فيها مشاكل وممكن تخرب الاس اس دي نفسها. فيعني ليه ندخل نفسنا في الدوامه دي؟ لا يا عم، انت حولها لي من جهاز لجهاز وزي الفل يعني. بس دي كده بالنسبه لحل المشاكل دي، على ما اظن مفيش مشاكل كده تاني. كده ده بالنسبه لمشاركه ريان. شكرا ريان على المشاركه، واتمنى ان انا اشوفك في مشاركه تاني يعني ان شاء الله. وبس كده، دي بالنسبه للمشاركه الثانيه. تعالوا بقى نخش على المشاركه الثالثه وثالث مشاركه معانا، وهو موسى احمد محمود، وهو من مصر. موسى عنده جهاز استيراد وعنده سيت اب الصراحه يعني كويس الى حد ما. ومواصفات الكيس بتاعته كالاتي: عنده المعالج كور 2 ديو، وعنده هارد اتش دي دي 500 جيجا، وعنده رامات 5 جيجا. انا مش عارف هو في رامات 5 جيجا، ما اظنش الصراحه. ممكن يبقى عنده رامات مثلا 4 جيجا وحاطط رامه 1 جيجا، معرفش. بس هو بيقول لي رامات 5 جيجا دي دي ار 2، وعنده باور سبلاي 320 واط، والشاشه من ديل وبريزوليوشن 1280 في 1024 وتردد 75 هرتز يعني ماشي. وعنده الكيبورد الاولى الاس 2022. هو بيقول لي عايز تعديل يفرق في اداء الجهاز. بص يا موسى، الصراحه الكيس حتى لو عدلت مش هتديك الاداء اللي انت بتتخيله. بس لو اقول لك اداء فعلا يفرق معاك، هات اس اس دي حتى لو 128 جيجا، هيفرق معاك الاداء جدا جدا حرفيا. وحط عليها بقى الويندوز، بس طبعا مش هتخش تلعب عليها سايبر بانك يعني، عشان بس نكون صراحه مع بعض. انا خليك بس اللي هو ايه، الجهاز يفتح معاك بسرعه. عاوز تلعب العاب مثلا زي فالورانت تلعبها 50 فريم 40 فريم الكلام ده، لان انت ما عندكش كارت شاشه يعني، من اللي انت المواصفات اللي انت بعتها انت ما عندكش كارت شاشه، والمعالج مش احسن حاجه الفتره دي يعني. انت بتتكلم كورت ديو قديم قوي فلا يعني ممكن افضل حاجه انك تعملها انك تطور اس اس دي تجيب 128 جيجا بس، ما تكترش اكتر من كده. وهو حمل لك فالورانت ولا حاجه هتمشي معاك الدنيا مظبوط لحد لما ان شاء الله ربنا يرزقك يعني وتجيب بي سي محترم. فبس كده يا موسى، دي كده بالنسبه للمشاركه الثالثه. تعالوا نخش على المشاركه الرابعه. والمشاركه الرابعه معانا وهو احمد من تونس. احمد عنده سيت اب لابتوب صراحه منظم ورايق
جدا يعني صراحه رايق. واللابتوب اللي معاه هو اللينوفو ايديا باد سليم 3. واللابتوب ده مواصفاته كالاتي: المعالج رايزن 3 7320 يو، ورامات 8 جيجا دي غالبا دي ار 4، وكارت الشاشه ام دي راديون تي ام 610 2 جيجا، وعنده اس اس دي 256 من سامسونج، ومركب عليه ويندوز 11، وعنده هيدفون صينيه بس على كلامه بيقول ان هي كويسه، وعنده ماوس من ماكرون بيقول على كلامه جيد للتصفح بس مش جيد للالعاب. يعني هو بيقول ان هو عنده ماوس من ماكرون كويس لو هتتصفح بيه بس مش كويس للالعاب، ده على كلامه، انا مجربتوش. وعنده سبيكر صيني بيقول على كلامه زباله، وعنده سبيكرز صيني بس بيقول ان هي زباله، هو رأيه بيقول ان هو زباله، وبيقول ان هو بيستعمل اللابتوب للتصفح والدراسه وشويه العاب خفيفه، وبيستعمل اللابتوب للتصفح والدراسه والالعاب الخفيفه. واخر حاجه بيقول لي شكرا على المشاركه لي في الفيديو الجاي. شكرا انت يا احمد الصراحه على المشاركه. بص يا احمد، اللابتوب الى حد ما مش اقوى حاجه، دي ماكسيمم الاستخدامات اللي ممكن تعملها عليه الصراحه. اللابتوب مش اقوى حاجه، الكارت مش يعني اللي هيمشي لك الدنيا، هو هيمشي لك الدنيا بس مش هيديك اقصى اداء برضه. وحرفيا يمكن اقوى حاجه انت عاملها انك مركب اس اس دي. الاس اس دي يمكن هي اللي مسرعه لك الاداء، بس لو هديك نصيحه خلي الرامات 16. الالعاب دلوقتي ما بقتش تستحمل رامات 8 دي خالص. يعني ما ينفعش تبقى عايش في 2026 برامات 8 ايا كان بقى، لابتوب تليفون اي حاجه، حرفيا لازم معاك 16 جيجا رامات باي طريقه بقى، حرفيا هيفرق معاك الاداء، هيفرق معاك فعلا. بس كده دي بالنسبه للمشاركه الرابعه. شكرا يا احمد، واحلى تحيه لاهل تونس. ويلا بينا نخش على المشاركه الخامسه وخامس مشاركه معانا، وهو يحيى من الاردن. يحيى برضو عنده سيت اب لابتوب برضو رايق ومنظم قوي، واللابتوب باين من الصوره ان هو من اتش بي، بس معرفش الموديل من الموديل بتاعه كام، بس هو ظاهر في الصوره ان هو من اتش بي. بس هو باعت لي مواصفاته كالاتي: المعالج اي 5 7100 يو، ورامات 16 جيجا غالبا دي ار 4، وكارت الشاشه في رام 8. انت قصدك في رام 8 جيجا يعني ولا اب تو والشغل بتاع تجار الاستيراد دول؟ بص هو بنسبه كبيره ومش 8، يعني هو الفي رام مش 8 جيجا، فغالبا ده 2 جيجا اب تو يعني 8 جيجا. فاوعى تغلط في الغلطه دي، هو الفعل 2 جيجا، وعنده اس اس دي 512 جيجا، والشاشه فول اتش دي 60 هرتز زي الفل. انا مش عارف هو قصده انهي شاشه، لان هو مركب شاشتين، يعني شاشه اللابتوب وشاشه الكمبيوتر زياده، وبين موصل اللابتوب بالكمبيوتر، موصل اللابتوب بشاشه الكمبيوتر. مش عارف هو قصده الشاشه دي شاشه اللابتوب ولا شاشه الكمبيوتر. هو بيقول لي تنصحنا اشتري سماعات ولا لا، ولا افضل على سماعه اللابتوب؟ بص يا يحيى، سماعه اللابتوب مش هتبقى احسن حاجه للاستخدام زي المونتاج والكلام ده، فالافضل انك تشتري هيدفونز، يعني مش اغلى حاجه. يعني شوف شركه اولا بتقدم سماعات كويسه واقتصاديه. انا مش بعمل لهم اعلان، هم مش دافعين لي حاجه. اشتري سماعات من اولا سماعاتها كويسه واقتصاديه في نفس الوقت، فهتمشي معاك الدنيا يعني. وبس كده يا يحيى، ودي كده المشاركه رقم 5. تعالوا بينا نشوف المشاركه رقم 6 وسادس مشاركه معانا، وهو من محمد السيد من مصر. محمد برضو عنده سيت اب لابتوب، بس غالبا هو بيستخدمه للدراسه، يعني ربنا معاك، بس السيت اب الصراحه كويس، يعني السيت اب من الصور كويس. تعالوا بقى دلوقتي نعرف المواصفات بتاعه اللابتوب. مواصفات اللابتوب اي 7 جيل 12. انا السيت اب ده غالبا اللابتوب ده من ديل، غالبا من ديل يا جماعه، لا اللابتوب من اتش بي، اللابتوب من اتش بي صح كده. عنده لابتوب من اتش بي بس ما اعرفش الموديل برضو. بس مواصفاته كالاتي: المعالج اي 7 جيل 12، وما عندوش كارت شاشه خارجي، بس هو بيقول لي ان هو معتمد على الكارت الداخلي، وعلى كلامه ان اداؤه كويس، فزي الفل خلاص. عنده كيبورد ريد دراجون كي 552، كيبورد كويس واقتصادي، يعني اقتصادي وكويس جدا. وعنده الماوس من اتاك شارك، هو الاتاك شارك اكس 11، برضو ماوس ممتاز، ده غالبا وايرلس. ومحمد بيستخدم اللابتوب العاب بسيطه ومونتاج خفيف زي الفل برضو. هو يعني اللابتوب مش هيقدر يستحمل اكتر من كده، بالذات انك ما عندكش كارت شاشه خارجي، فغالبا انت بتلعب اللي هي الالعاب الشوتر العاديه اللي هي فالورانت بقى، بابجي، الكلام ده، لان المعالج كويس، يعني المعالج كويس فهيشغلك الالعاب دي كويس يعني. فشكرا يا محمد على المشاركه، وان شاء الله اشوفك في مشاركه تانية قريب باذن الله. وبس كده يا جماعه، دي بالنسبه لحلقه النهارده. زي ما قلت لك ما تنساش حوار الكورس اللي انا قلت لك في اول الفيديو، لان صدقني لو فوتت الفرصه دي انت يعني. بس كده يا جماعه، كده نكون خلصنا حلقه النهارده. زي ما قلت لك هتلاقيني سايب لك لينك الكورس في الوصف تحت وفي الكومنت المثبت. ما تنساش تلحق العرض وتستخدم كود تي 75 عشان تاخد خصم 75% لمده يومين بس، واستفاد من الكورس. وزي ما قلت لك لو عندك اي استفسارات او مشاكل هتبعت لي على الانستجرام او الرقم الواتساب اللي هيظهر قدامك، او في اقل حاجه هتبعت لي في الايميل اللي هيظهر قدامك. بس كده اشوف فيديو جديد، يلا سلام.